مرحبا بكم في صفحتنا مملكة الحلويات. يلا بينا عشان لسه مكملين نواعم العيد. النهاردة بقى هنكمل البسكوت بس بطريقة حرفية سهلة بسيطة. ده بسكوت القمع، المقادير حصري فقط في مملكة الحلويات. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير ونشوف عملناه ازاي. اول حاجة هنا معايا 3 كوبايات من الزبدة، الكوباية المج بتاعتنا يا جماعة العادية اللي موجودة في كل بيت. تمام. بالنسبة طبعا للسكر، احنا كل حاجة يا جماعة بنتكلم عليها على حدة. الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، تستخدمي الزبدة اللي تريحك. انا هنا استخدمت زبدة نيوزيلندي بدرجة حرارة المطبخ. بالنسبة للسكر زي ما احنا عارفين السكر يكون مطحون في البيت. اما بقى بالنسبة للدقيق، انا هنا استخدمت دقيق سنبلة الفرات كعكة وبسكوت. بنطلع شغلنا عالي جدا، الشغل بصراحة بيطلع من الاخر. اهم حاجة الدقيق اللي انت تستخدميه ده براحتك. الفانيليا يا جماعة تكون فانيليا بودر بلاش فانيليا سائل عشان بتدي لون للعجينة بتغيره. اهم حاجة بالنسبة للسكر بتاعي يا جماعة احنا بنخله في البيت وبنطحنه في البيت، ما بنجيبوش من بره بحيث ان هو بيكون فيه نسبة نشا، فبنعمله في البيت. تمام. يبقى هنا اتكلمنا عن الزبدة، سكر، الدقيق، الفانيليا. اما بقى البيض بيكون بدرجة حرارة المطبخ. معايا 4 بيضات علشان البيض ما ينفعش يا جماعة اطلعه من التلاجة واستخدمه على طول علشان ما يفصلش المكونات بتاعتي. طبعا بعاير السكر بتاعي قدامكم كمان اهوت، بكوباية المج العادية 2.25 كوبايات. يبقى ال3 كوبايات من الزبدة عليهم 2.25 كوبايات من السكر. تمام. لأول مرة تشوفوني يا جماعة، دي صفحتي مملكة الحلويات. نشترك في القناة ونعمل لايك فولو سبسكرايب علشان غيرنا يستفاد لو انت بتستفادي من الفيديو. اهم حاجة يا جماعة الفيديوهات تكون بتعجبكم. نكمل بقى بقية المقادير بتاعتنا. يبقى معايا هنا 2.25 كوبايات من الدقيق من السكر زي ما احنا شايفين كده. بالمضرب بقى السلك بتاعي بالعجان مفيش اي مشكلة. انا عاوزة الخليط ده يكون كريمي. تمام. والسكر بتاعي يكون مطحون طحنة. تمام. اهم حاجة يا جماعة احنا بنعمل ليه كل ده علشان يطلع معايا البسكوت كده حاجة عظمة زي ما احنا هنشوف في نهاية الفيديو البسكوت طلع ازاي. بعد ما بضرب كده بشوية طبعا بوقف العجان بتاعي او المضرب، بقلب تقلبتين علشان بتكون لسه في تكتلات من الزبدة بتاعتي مركونة في قاع البولة، فانا عايزة ان الخليط ده يكون كريمي. طبعا السمنة لو طالعة جامدة قوي يا جماعة من التلاجة هتبص تلاقيها واخدة معاكي وقت جامد قوي في ان هي توصل للقوام الكريمي، وفي نفس الوقت بتحس ان كمية الدقيق قلت. تمام. اول بقى ما الخليط بتاعي بيوصل لكريمي كده ببتدي انزل بالبيض بتاعي واحدة واحدة. منزلش يا جماعة بالبيض مرة واحدة عشان الخليط بتاعي محسوش ان هو فصل مني. يبقى البيض بنزل بيه واحدة واحدة. بيض احس انها خلاص اندمجت مع المكونات بتاعتي بنزل بالبيضة التانية. شرح يا جماعة بالتفصيل حصري فقط في مملكة الحلويات. تمام. يبقى كده مفيش حاجة ما اتكلمناش فيها. اما بقى بالنسبة للفانيليا بنزل بيها بعد ما بخلص ال4 بيضات عشان ما تمررش معايا. بالنسبة للدقيق بتاعي هنا هوت زي ما احنا قايلين نوعية الدقيق براحتك اللي انت تستخدميها. من ال7 كوبايات بشيل منهم 3 معالق دقيق. طبعا انا بنزل هنا بالدقيق على مرتين علشان في نفس الوقت منزلش بالدقيق مرة واحدة. طبعا الدقيق يا جماعة بيختلف من دقيق للتاني. انا ممكن الدقيق بتاعي هنا ياخد مثلا 6 كوبايات ونص، ممكن الدقيق بتاعك ياخد 7 كوبايات الا ربع. فطبعا في الحالة دي بننزل في الدقيق بالدقيق مرة على مرتين. تمام يا جماعة. تمام. العجينة يا جماعة بيبقى برضو فيها نسبة تلزيق. اما بقى بالنسبة للتيب بتاعي زي ما انتوا شفتوا كده، ده مش التيب العريض قوي. بالنسبة للكيس ده الكيس والتيب من عند اي مستلزمات حلويات بنجيبهم يا جماعة من هناك. اما بقى لو انت حابة تعملي بسكوت مكنة بنعمل كوبايات 7 كوبايات ونص دقيق، هنلاقي العجينة بتاعتي مظبوطة جدا على المكنة.
باخد بقى واحدة واحدة كده في القمع، بس ما ننساش هنا في النص ان احنا هنسخن الفرن بتاعتنا كده قبل ما بنشتغل، بنوطيها كده علشان الفرن بتاعتي لازم تكون سخنة. متهيالي لغاية كده مفيش اي حاجة صعبة هتقف قدامنا، البسكوت هيطلع عظمة، وهنشوف برضو في الاخر. نكمل بقى ونشوف البسكوتة بتاعتنا نازلة تدلع ازاي. بسكوت يا جماعة نمشي على الطريقة والمقادير. الزبدة بقى براحتك تستخدمي الزبدة اللي تريحك، اما بالنسبة للدقيق برضو الدقيق اللي انت شايفاه متاح ليكي. اما دي طبعا سنبلة الفرات، انا يا جماعة طبعا بستخدمه في كل شغلي، لاني طبعا احنا هنا بنطلع اوردرات، فطبعا بحب استخدم اللي يعني جودة الحاجة تكون عالية عشان الشغل يطلع زي ما انتوا شايفين كده. اما بالنسبة طبعا لو للبيت، طبعا هنا يعني بنحاول ان احنا بنقلل المقادير شوية بحيث المتاح عندك او اللي في المقدرة. الزبدة اللي تريحك، الدقيق اللي يريحك، لو في سمنة السمنة برضو اللي انت شايفاها المتاحة عندك اعمليه. بالنسبة لدرجة حرارة الفرن ممكن من 170 ل 180 حسب الدرجة اللي تظبط معاكي البسكوت. البسكوت ممكن ياخد 10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كده نبتدي نوطي عليه 10 دقايق كمان علشان البسكوت بتاعي ما يحمرش من تحت ويبقى من فوق ابيض. البسكوت يا جماعة لازم ياخد حتى اللون الذهبي كله زي بعض، علشان البسكوتة بتاعتي لما بتطلع بيضة يعني ما بتقعدش يا جماعة كتير، ببص ممكن الاقيها رطبت. فلازم البسكوت بتاعي ياخد اللون كده الذهبي يا جماعة المحمر شوية، بحيث البسكوتة ما تبقاش مبيضة. تهيألي مفيش اي حاجة ما تكلمناش فيها عن البسكوت. بسكوت طبعا زي ما انتوا شايفين لا فرش ولا اي حاجة في الفرن، بسكوتة زي ما هي، اللون زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة الريحة طالعة بصراحة يا جماعة عظمة. شايفين البسكوتة من ورا عاملة ازاي، من قدام محتفظة بشكلها، لا فرشت ولا لونها راح ولا اي حاجة. قرمشة طبعا، ريحة مفيش كلام، بجد يا جماعة عظمة زي ما انتوا شايفين كده. نمشي على الطريقة والمقادير علشان تطلع معايا البسكوتة زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة التسوية يا جماعة عليها عامل كبير. الفرن بتاعتك لازم تظبطيها كويس علشان البسكوتة بتاعتي متاخدش لون من تحت وتطلع من فوق بيضة، علشان تقعد معاكي شوية ما ترطبش. لو انت بتطلعي اوردرات لازم البسكوتة ما ينفعش تطلع اللون الابيض عشان ما ترطبش. بنبتدي بقى نرص في العلبة. شايفين يا جماعة البسكوتة عاملة ازاي، بجد ريحة وطعم بجد بجد من الاخر حاجة كده مفيش كلام. بسكوتة بتاعتي الظهر بتاعها طالع، متهيالي انتوا شفتوه عامل ازاي، لا طالع بقى مكتكت ولا واخد دقيق زيادة، ولا البسكوتة وهي نازلة كده في الصاج نازلة مثلا طاردة سمنة ولا اي حاجة. بجد لما بنخدم يا جماعة الشغل بتاعنا وبنخدم في المكونات بتطلع الحاجة فعلا زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة لو استفدنا من الفيديو نشترك في القناة، تابعوني على صفحتي مملكة الحلويات، وشكرا.